وارتفع 3 سلسلة وارجع الف الشغل تاني واشتغل عمود فوق العمود التاني وبعدين 2 سلسلة وبعدين غرزة الصدفة هنا 1 2 عمود وبعدين 2 سلسلة وبعدين 2 عمود 1 2 وبعدين سلسلتين وبعدين هدخل هنا في الصدفة على طول. تمام، هشتغل صدفة 1 عمود وكمان عمود وكمان 2 سلسلة وبعدين 2 عمود 1 2. هشتغل بقى 3 سلسلة 3 سلسلة وبعدين هاجي هنا في اول فتحة اشتغل غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة وبعدين هنا هشتغل في الفتحة اللي بعديها اشتغل غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة وبعدين غرزة حشو 3 سلسلة وبعدين غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو كده اهي وبعدين 3 سلسلة واشتغل الصدفة 1 عمود 2 وسلسلتين وبعدين عمودين في نفس الفتحة 1 2. تمام، وبعدين سلسلتين وادخل على طول في الصدفة اشتغل صدفة 1 عمود 2 سلسلة وعمودين في نفس فتحة الصدفة. تمام، وبعدين 2 سلسلة وبعدين عمود هنا وبعدين عمود وبعدين ارتفع 3 سلسلة وارجع الف تاني. هيبقى بالشكل ده. ارجع تاني هشتغل العمودين واشتغل الصدفة. هدخل على طول في الصدفة اللي بعديها اهي بعد السلسلتين. ده اول عمود التاني سلسلتين وبعدين عمودين 1 2. بعدين 3 سلسلة وبعد كده بدخل هنا في الفراغ ده اللي هو ال3 سلاسل دول اشتغل غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة 1 2 3 وبعدين غرزة حشو في الفراغ اللي بعديها ده وبعدين 3 سلسلة 1 2 3 وبعدين غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة بعدين غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة 2 3 وبعدين غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة 2 3 على طول في الصدفة اللي هنا هشتغل غرزة صدفة وسلسلتين وبعدين هنا كمان غرزة صدفة.
وبعدين عمود وعمود، وبعدين ارتفع 3 سلسلة وارجع الف تاني بنفس الشكل ده. خلاص خلصت الدورين دول اهم، اللي فيهم 3 سلاسل وغرز حشو اهو. وهنا بالشكل ده الصدفة بينها سلسلتين، صدفة سلسلتين، العمودين، لغاية ما خلصت السطر اهوت. اشتغلت 3 سلاسل وهرجع والف الشغل. تمام، 3 سلاسل وبعدين اشتغل العمود التاني، بعد كده مش هاخد سلاسل ما بين الصدفة دي والصدفة دي، هشتغل على طول في الصدفة. ده 1 2 وبعدين سلسلتين وبعدين 2 عمود تاني، 1 2 في نفس الفراغ. تمام، بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3 وبعدين غرزة حشو، وبعدين 3 سلسلة وبعدين غرزة حشو، وبعدين ما بين الصدفة دي والصدفة ديت مش هشتغل سلاسل، هشتغل الصدفة على طول زي الناحية التانية. ده 1 2 وبعدين 2 سلسلة وبعدين 2 عمود، وبعد كده سلسلتين وبعدين العمود فوق العمود الأولاني وعمود فوق العمود التاني، وبعدين برتفع 3 سلسلة وارجع اكرر السطر بالشكل ده. هشتغل برضو فوق الصدفة دي والصدفة دي بدون اي فواصل، مفيش سلاسل بينهم، ال3 سلسلة. اشتغل هنا غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة، غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة، غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة وبعدين 3 سلسلة هنا، وبعدين هنا غرزة الصدفة وغرزة الصدفة اللي بعديها بدون اي فواصل. نخلص السطر ده وبعدين ارجع لكم. كده خلصت السطر واشتغلت ارتفعت 3 سلسلة ولفيت الشغل. بعد كده هشتغل عمود كمان وبعدين 2 سلسلة وبعدين هشتغل صدفة هنا وبعدين مفيش فواصل، وهشتغل الصدفة التانية وهشتغل 3 سلسلة وبعدين هنا غرزة حشو و3 سلسلة وغرزة حشو وبعدين 3 سلسلة واشتغل الصدفة وجنبها الصدفة التانية بدون اي فواصل والعمودين. هخلصهم وارجع لكم. غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة وبعدين الصدفة والصدفة، اكمل بقية السطر بالشكل اللي انا عملت بيه هنا. خلصت الجزء ده، لفيته وخلصت كده خلاص اهي. هاخد 3 سلاسل وبعدين على طول ما اجيش هنا اشتغل في الصدفة التانية على طول اهي كده، اشتغل في الصدفة اللي قصادها على طول. اول عمود 2 سلسلة وبعدين 2 عمود وبعدين اشتغل في الصدفة التانية على طول اهي. الشغل هيبقى بالشكل ده.
تمام. هكملها السطر وبعدين ارجع الجزء ده. تمام. اشتغلت هنا الجزء ده اللي هو الصدفتين بدون فواصل، العمودين 2 سلسلة. هنا السطر اللي قبله اشتغلت هنا 3 سلاسل، الصدفة دي اشتغلتها وبعدين 3 سلاسل واشتغلت على طول في الصدفة دي من غير ما اجي هنا ولا من غير ما اعمل هنا اي غرز. تمام. السطر اللي بعديها هيبقى بالشكل ده، وبدل الثلاث سلاسل هعمل 2 سلسلة بس. تمام. وبعدين بكمل شغل الصدفة على طول. تمام. هخلص السطر عادي زي ده بالظبط. اشتغلت هنا السطر ده كان ده اللي قبله 3 سلاسل، ده هيبقى 2. هرجع تاني هشتغل نفس السطر بس هنا هيبقى سلسلة واحدة. هنا بدل دي هتبقى فوق سلسلة واحدة، يبقى 3 2 1. هخلصها وارجع لكم. كده خلصت الشغل بالشكل ده اهو، اخر سطر. تمام. هيبقى بالشكل ده اللي بينه سلسلة الصدفتين ما بينهم سلسلة واحدة، اللي في النص دول اهو بالشكل ده اهو. تمام. هنا هشتغل عدد من السلاسل على قد الرقبة، يعني هيعمل عدد من السلاسل هنا وعدد من السلاسل هنا في الزاوية ديت على قد الرقبة. لما اجربطهم مع بعض يبقوا على قد الرقبة. هخلصهم وارجع لكم. تمام. خلصت الأربطة اهيت اللي هي حوالين الرقبة اهي قد بعض بالظبط كده. بعد كده هشتغل الإطار اللي تحت. تمام. هعمله ازاي؟ هبدأ من العمود كده، العمود ده في عمودين هنا هم، من اول العمود ده كده هبدأ اشتغل، اسحب الخيط اهو وارتفع 3 سلسلة. بعد كده هشتغل عمود فوق العمود التاني، وبعدين هنا في الفراغ ده هشتغل عمود 2 بعد كده في الصدفة دي هشتغل عمود، هنا في الفراغ ده هشتغل عمود 2 بعد كده في كل عمود اهي الأعمدة دي اهي دي كده، في كل فراغ هشتغل عمودين. هنا كده عمودين اهو، وهنا عمودين. كل عمود افقي بالشكل ده هشتغل فيه عمودين. هخلصها، هشتغل في كل ده عمودين 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 لغاية ما اوصل هنا. هشتغل في الصدفة عمود واحد وبعدين اكمل عمودين هنا. هخلصها وارجع لكم. اشتغلت اعمدة في كل الجزء ده اهو، وبعد كده هشتغل عمود في الصدفة، هسيب هنا وهنا واشتغل في النص. هشتغل في الأعمدة زي هنا، كل عمود بشتغل فيه 2 عمود، كل عمود أفقي هشتغل فيه عمودين اهو. هخلصه وبعدين ارجع لكم. كده خلصت السطر كله اهو. تمام. كله أعمدة، وهنا عملت عمود في نص الصدفة اللي هنا. هشتغل هنا 3 سلسلة 1 2 3 وبعدين ألف الشغل. هسيب
سلسلة 2 ديت اللي هي اللي اشتغلنا فيها الارتفاع، تمام. بنسيبها، هسيب واحدة 2 او عمود 2، هدخل في التالت، هشتغل غرزة صدفة، اشتغلها 3 عمود، ادي 2 3، وبعد كده 2 سلسلة، وكمان 3 عمود، 1 2 3 في نفس الفتحة، هتبقى بالشكل ده، هتبقى كده، تمام. بعد كده بسيب فتحة 2، بدخل في التالتة واشتغل عمود بلفة، تمام. بعد كده بسيب واحدة 2، ادخل في التالتة اشتغل غرزة صدفة، 1 2 3، 2 سلسلة، وبعدين 3 عمود تاني، 1 2 3، هيبقى بالشكل ده. بعد كده هسيب فتحتين وادخل في التالتة اشتغل عمود بلفة. بعد كده بعد الشغل هشتغل هنا العمود بلفة، بعدها ب2 ادخل في التالتة اشتغل غرزة صدفة. همشي كده لغاية الجزء اللي في النص ده، هنشوف هنعمل ايه. خلصت الجزء ده كله اهو، عملت اخر عمود، وبعدين بعد 1 2 هاجي عند العمود اللي هو في الصدفة دي اللي في النص، تمام. هشتغل فيها صدفة، تمام. اهي 1 1 2 3، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين صدفة في نفس المكان، 1 2، وبعدين 3 عمود في نفس المكان، تمام. وبعدين بسيب 1 2 ادخل في الفتحة التالتة اشتغل عمود بلفة، وبعدين بكمل بنفس الشكل ده. هنا اسيب 1 2 ادخل في التالتة اشتغل صدفة، وبعد دي 1 2 التالتة اشتغل عمود صدفة عمود لغاية ما اخلص لنهاية السطر. هخلص وارجع لكم. كده خلصت الصف ده كله اهو. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، والف الشغل وهشتغل فوق الصدفة صدفة. ده 1 2، ادي العمود التالت، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين 3 عمود كده فوق الصدفة صدفة، وفوق العمود هشتغل عمود كده، وبعدين مفيش اي فواصل ولا اي حاجة، هشتغل فوق الصدفة كمان صدفة اهو، 2 3 عمود، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين 3 عمود. وبعدين اكمل فوق العمود عمود، وفوق الصدفة صدفة لغاية اخر السطر. هخلصه وبعدين ارجع لكم. خلصت كل السطر تاني اهو، اهو كده عملت سطر فوق سطر اهو، صدفة فوق صدفة، وعمود فوق عمود اهو، سطرين. ممكن عايزين تزودوا مفيش مشكلة. ده اخر عمود اخدته، ده اخر عمود. هشتغل عدد من السلاسل هنا في الناحية دي والناحية التانية كمان، تمام.
هعمل السلاسل او الاربطة ديت على قد محيط الصدر، هخلصها وبعدين ارجع لكم. خلصناها اهي بالشكل ده اهي. وده الرباط اللي بيتحط حوالين الرقبة، وده اللي حوالين دوران الصدر اهو. عملت واحدة تانية بالشكل ده. الخيط كل ما كان رفيع كل ما هيديكي نتيجة افضل. بالشكل ده. لو كنت عايزاها مقاس الصغير اللي هو سمول او ميديوم، هيبقى طول السلسلة 6 سنتي. لو عايزاها لارج او اكس لارج هيبقى طول السلسلة 8 سنتي. لو عايزاها اكس لارج او اكس اكس هيبقى طول السلسلة 10 سنتي. فدي اللي هتفرق معانا. تمام، يا رب تعجبكم وتقدروا تنفذوها بسهولة، ونتقابل في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة.